السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وانتوا السند والعون بعد ربنا. بحبكم قوي، بحترمكم قوي. ان شاء الله قناتي هتكبر بيكم وليكم باذن الله. بجد كومنتاتكم الحلوه اللي بتسعدني، اللايكات لو عجبكم الفيديو. الناس الجديده اللي دخلت قناتي بشكركم شكرا جزيلا والله، انتوا على راسي بجد. حطوا لنا بقى اللايك حبايبي، وهنتكلم النهارده في يعني هتكلم عن الاخوات الثلاثه اللي هو ولاد ماما بوسي وعم عاطف. يعني بجد انتوا جبتوا لنا ثلاثه ما شاء الله. انا عايزه اتكلم عليهم النهارده، الاخوات ام جنى، ام شروق، ام روضه وريتاج. هنبتدي بام روضه، وكانت منزله منتدى احب اقوله لكم يعني على طول على السريع كده، وكاتبه على المنتدى: يا رب فك كربي ويسر حالي للافضل، وارزقني واسترنا. يعني مش عارفه بجد، يعني انت خلاص خلينا نكمل. واسترنا، مخنوقه من قله المشاهدات والتفاعل، تعبت نفسيتي من الظلم والقهر، والناس الشياطين اللي بكل قوتهم حاربوني في القناه، ووقعوا المشاهدات ودفعوا فلوس كتير علشان قنواتي تقع، وحاربوني في رزق 4 عيال اللي معايا. ماليش غير ربنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. طيب بدل ما بتقعدي تحاسبيني كده يا ام روضه، اعتبريني اختك، وقلنا لك قبل كده كذا مره بلاش تطلعي تستعطفي الناس بالدموع. الناس مش عايزه النكد، الناس بتشحن باقه بالعافيه عشان يفتحوا النت ويقعدوا يشوفوا، يعني يضحكوا ويفرفشوا. انما انت كل المحتوى بتاعك كله عياط. طلعنا قلنا لك قبل كده ما تطلعيش تستعطفي الناس بالدموع. الناس عايزه تضحك، عايزه تفرح، عايزه تلعب، عايزه تعمل روتين حلو. اعملوا روتين حلو، عايزين يتفرجوا على حاجه كويسه. المتابع طبعا انت طفشتيهم باللي انت بتعمليه ده كتير. فهمناكي يا ام روضه، قلنا لك ما تطلعيش تشتمي حد. انت بتقصدي مش عايزه اسمي برضه اسامي، بتقصدي ناس معينه بعينهم، ان هم بيدفعوا فلوس كتير عشان يوقعوا لك قناتك. لا طبعا انت اللي موقعه قناتك بنفسك بالعياط اللي انت على طول بتطلعي تعيطيه والشكوى. طب ما بدل ما تشتكي للناس اشتكي لربنا، اقعدي على السجاده كده بتاعت الصلاه وادعي ربنا وهو ان شاء الله يستجيب. انما ما تطلعيش تقول انا معايا 4 عيال. كلنا ربنا اولادنا واشتغلنا على اولادنا، وما طلعناش عملنا زي انتوا ما بتعملوا كده يا جماعه. يعني انت قلتي هتشتغلي ومشيت امك من عندك، وكتير قوي كتير قوي قلتي هتشتغلي وما اشتغلتيش. هنقول ان انت مش قادره. قلنا لك قبل كده اعملي رجيم عشان تقدري تتحركي وحركتك يا ام روضه تبقى خفيفه. ما تشتكيش للعبد، العبد مش هيعمل لك حاجه على فكره، ومفيش حد هيوقع لك قنواتك. الناس مشت من عندك عشان لسانك الطويل يا ام روضه تقعدي تشتمي الداعمين. وشفناكي قبل كده كان عبد الله ولا ورده الكويتيه وغيرهم، طفشت الداعمين من عندك. معرفش، مش عايزه اتقل عليكي اكتر من كده. بنقولك ربنا يرزقك عشان خاطر ولادك. ابتدي اتعلمي من اخطائك اللي فاتت. كتير قلنا لك يا ام روضه اضحكي في وش الناس، صوري كويس. برضو نفس الحكايه زي اخواتك بالظبط، تحطي الاكل وتحطي الترابيزه وتجيبي عيالك ال4 وانتي وتعملي ويلا تعالوا ناكل، يلا يا مش عارف مين، ويلا يا مين، يلا يا روضه، يلا يا رتاج، يلا يا محمد، يلا يا ادهم. ومعرفش بجد انتوا هو ده المحتوى بتاعكم. ما تطلعيش تعيطي، ما تطلعيش تستعطفي الناس. ادعي ربنا وهو يرزقك برزق ولادك. ربنا يرزقك يا ام روضه، وان شاء الله باذن الله صلي وقربي من ربنا اكتر. صله الرحم، ما هو انتوا كده صله الرحم عايزين ربنا يرزقكم ازاي؟ انت اختهم الكبيره، روحي شوفوا ام جنى، خبطي على بابها. روحي شوفوا ام شروق، يعني اسالي على اخواتك حتى لو قفلوا الباب في وشك، اسمك انت الكبيره ورحتي ورضيتيهم عشان ربنا يرضى عنك يا ام روضه.
تعالوا بقى حطوا لي اللايك. هنتكلم على الست ام جنى، وكانت عامله فيديو هي ومازن وابنها ريان، وداخله من باب الشقه كانوا جايبين خضار وجايبين حاجات، والاخر لقينا كميه زباله او كميه خشب او معرفش ايه بقى. ده المنظر وحش قوي قدام باب الشقه اللي انت عاملاه ده يا ام جنى. فنضفي الاول شقتك واطلعوا يا جماعه. يعني الشقه بتاعتك حلوه ما شاء الله، ايه الاهمال اللي احنا شايفينه ده؟ كانت جايبه باميه وكانت جايبه خضار وحاجات كتير وبطيخه ب 120 جنيه، وقعدت فرشت في الارض وقالت لنا الثمن بتاع الحاجه. طيب عايزه اقول لك يا مجانا، اول ما اتكلمتي شيلوا الشبشب من جنب، لان الشبشب فعلا شكله كان وحش جدا جدا. دي حاجه. الحاجه التانيه قلتي ايه ده الارض كلها تراب، عملتي بايدك كده طبعا، مسحت الارض بايدك، ايدك كلها تراب، حطيت الخضار على الارض، الورق العنب والباميه والدنيا كلها حطيتيها عادي على الارض، وبتعرفي الناس اسعار الحاجه. مش عارفه بجد انتوا هتنضفوا امتى يا جماعه؟ انتوا ما تعرفوش حاجه عن النظافه بصراحه. دي حاجه. الحاجه التانيه ريان طبعا لقينا مازن، سامحوني والله يا جماعه، الناس دي بجد تعبتنا. لقينا مازن ماسك المسدس اللي هو رشاش الميه ده، ومسك ام جنى وعمال يرش عليها. بعد كده راح ريان واخد المسدس الميه ده وراح راشش مازن في عينيه. طبعا احنا شفنا قبل ما اتكلم عن النقطه ديت، لقينا ام جنى كانت جايبه طبعا المخلل وبتفتح العلبه عادي، والميه بتنقط عادي، وايديها مفيش مشكله بتمسك المخلل بايدها، وايدها طبعا كلها تراب من الارض احنا شفنا. فلقينا ريان رش الميه في عين ابوه. طبعا مفيش ادب، مفيش ام جنى تقول له اتاسف لبابا، عيب. ما عندهمش حته الاسف دي الواد ولا همه، لان بيشوفك يا ام جنى ان انت مش عامله لمازن اي شخصيه ولا اي حاجه. طبعا مازن غضب وزعل وكان عايز يضرب ريان او يزعق له. ام جنى منعت ده طبعا، ودخل الاوضه وزعل شويه. لقينا ام جنى جريت وراه وبتفتح عينيه مطرح بقى المخلل، ميه المخلل، ومطرح التراب اللي كان في الارض، وبتفتح عينه وبتصور لنا بصوا عين مازن. يا لهوي عين مازن اتفاعت، عين مازن. يعني يا جماعه انتوا ده كل ده ميكروب، يعني كل ده ميكروب في ايديك يا ام جنى. علمي ابنك، قولوا له عيب كده. كنت شخطت في ريال، لكن للاسف احنا شايفين ان مازن ملوش اي 30 لازمه. حطوا لنا بقى اللايك يا حبايبي، ونتكلم في اخر موضوع ام شروق. وكانت فاتحه لايف، ومش عارفه بجد يعني انت قلنا لك كذا مره يا ام شروق لما تفتحي لايف استعدي كده، اقعدي عدل، كلمي الناس كويس. طبعا انت قعدت تزغرطي وتعملي، قبلها كنت عامله مكرونه ومش عارفه ايه في فيديو. وبجد عايزه اقول لك حاجه قبل ما اتكلم على اللايف، بلاش تدلعي الاكل، يعني بلاش تقولي مكرونه دي، لا قولي مكرونه عادي. تاني حاجه اللحمه، لما بتيجي تدي حته لحمه العيل بتقولوا له خد حته محمه، خد حته محمه. محمه ايه يعني بجد؟ الفراخ خد الكوكو، خد الكوكو. علمي ولادك من صغرهم عشان يطلعوا ينطقوا اسامي الاكل صح يا ام شروق. دي حاجه. اللايف فتحت لايف وهات يا زغاريت، تعالي يا شروق زغرتي يا شروق. مش عاجبك كومنتات الناس؟ انا في اللايف بتاعي 100 نفر، 100 حد، يلا اشتموا الناس اللي بتخش تشتمني. طبعا عيب جدا. انت لو ما عجبكيش كومنت احذفيه وخلاص على كده. عيب عشان الناس دي هي اللي عملتك يا ام شروق. تاني حاجه، في تعليق راجل جالها وقال لها انا هديكي 1,000,000 جنيه وتتجوزيني. قالت له لا يا اخويا ولا 2 مليون. طب عليا انا بقى ب5 مليون يا ام شروق تتجوزيني؟ هنقول لك ايه؟ هو مزاج يا حبيبتي؟ لا يا اخويا ده انا جوزي نايم جوه. ايه ده؟ هو ده مرضي يا حبيبتي؟ اقري الكومنت وما ترديش. انا مش عارفه انت اتعلمتي ايه بجد. بقالك كام سنه اهو على اليوتيوب، المفروض على الاقل كنت اتعلمتي. تعالي يا شروق يلا زغرتي يا شروق. انتوا مش كنتوا بتقولوا على شروق كويسه؟ دلوقتي شروق مش عاجباكوا، وهات معاتبه للمتابع اللي بيتابعك. مع انه قلنا لك قبل كده يا ام شروق كلمي المتابع كويس عشان ما يهربش من قناتك. برضو احنا شايفين مشاهداتك قلة جدا جدا جدا. فهمي كريم جوزك لما تيجوا تصوروا بلاش يهز ايده كتير.
بلاش برضو ان هو يفهمكوا كل حاجة، يلا اختمي، يلا ابدأي، يلا مش عارف ايه. يا ست قبل الفيديو فهموها هتعمل ايه يا كريم. يعني اتكلموا قبل الفيديو يا جماعة كده، انتوا بتصوروا العالم كله بيشوفكوا حقيقي بجد. ما تدلعيش الاكل تاني يا مشروع، هزعل منك والله. اوعي تدلعي اللحمه بالذات ولا تقولي محمه، لا مفيش حاجه اسمها محمه دي، خلاص هزعل منك. والمكرونه قولي مكرونه عادي مش مكرونه. وكوبيبه. وليه بتضم بقك يا ام شروق بجد؟ تعبتونا يا جماعه. سامحوني والله الافيه طلب كده. بشكركم حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.